مرحبا، منصبح أو منمسي على الكل وين ما كنتوا عم تحضرونا، وبتمنى أعرف منكم بالتعليقات من وين انتوا عم تحضرونا حتى أعرف جمهوري من أي بلد. كتير بيهمني هالموضوع. فاليوم حضرت لكم وصفة كتير مميزة، حيكون كيك رمان سهل بسيط ومغذي وبنفس الوقت سعراته الحرارية قليلة، يعني فيكم تعتبروا إنه كيك صحي. حنبلش نعمل الخطوات سوا. مكونات جدا بسيطة. هون تقريبا نص كوب رمان عنا، فرغتهم. عنا هون كمان نص كوب شوكولا، هذا شوكولا مايل للمرورة. عنا كوب ونص لبن أو جريك يوغرت. عنا 5 ملاعق كورن ستارش أو نشا. عنا 4 بيضات. وعنا نص كوب سكر. اللي ما بده كتير سكر وبده إياه أخف حلاوة بيستعمل ربع كوب سكر. وعنا فانيلا، يعني حوالي ملعقة فانيلا. يلا نخلط المكونات سوا ونشوف كيف بدنا نخبز هالكيك. مثل ما بتعرفوا هلأ موسم الرمان، وأنا صراحة كتير بحب الرمان. ولما كنت بلبنان جربت ازرع رمان هون عندي بهيدي الولاية بأمريكا، بس ما زبط. عندي تين، نجاص، تفاح، خوخ، دراء. شو كمان في؟ تفاح في نوعين كمان، أحمر وأصفر ودراء. وعنا عنب وعنا أنواع البيريز، يعني مثل بنزرع فريز، بلوبريز، توت، بس مش مثل تبع توت لبنان. فيا ريت فيني الرمان ما عاش عندي، يا ريت انه الطقس هون مع انه معتدل 4 فصول محدده، بس ما عاش عندي الرمان. خلينا نشوف هلا كيف بدنا نقشر هيدي الرمانه. واللي عنده طريقه احسن من طريقتي يقول لي، لانه هذا الرمان كله بدي افرطه بكميه كمان اللي حنستعمله. حنعمل سوا اكله فيها رمان ان شاء الله سوا. فخلينا هلا هذا بنرجع بنعوزه كمان غير الحلو اللي حنعمله سوا. فبنقصها من جميع الجهات. هو كتير هيك حلو الرمان. بتضيع عنا في رمانة بعدها من عن زمان، تيتا وجدو وبعدها عايش الرمانة والله. شي مرة هيك شفتوا كيف؟ هيك كيف عم بفتحها، شفتوا كيف؟ هيكو ما أحلاها، مثل قلب الزهرة. فبقى بتاخدوها كل وحدة بوحدتها وبتفرطوها. لونه هيك مثل المرجان، اسم الله قد ما حلو. أنا ما فيني قاوم الرمان، وبينعمل فيه كتير أشياء، يعني حتى دبس رمان أنا بحمل معي من لبنان. وهلا هيدا اللون اللي إله بجنن، يعني فينا نعمله مع حيالله شي. انتوا عادة شو بتعملوا بالرمان وشو بتستعملوه ببلادكم؟ كمان خبرونا. وبيطلع عندكم الرمان ولا بتستوردوه؟ وشو هي الأكلات المعينة؟ هلا بعرف نحن عنا دبس الرمان بلبنان كتير طيب، حملوا معي مثل ما قلت لكم. وبيستخدم بكتير اشياء. هلا في اهل طرابلس بلبنان بيستعملوه اجمالا تقريبا بكل طبخه، يعني الملفوف، المحاشي، كل شيء بحطوا فيه يعني دبس رمان. فلا بالنسبه لنا نحن ما بنستعمل بكل شيء، يعني انه باشياء محدده ومعينه، بس هو طعمته بتجنن. انا بحبه كتير صراحه بالفتوش الحامض اللي فيه كتير طيب بيكون. كتير بحبه بالفتوش. آه، يعني شو مثل ما شايفين، يعني كمغتربة يعني دايما يعني الوطن عايش براسنا والله، بكل أكلة بناكلها، بكل طبخة، بكل شغلة. يعني مرات شغلات كتير بتحس بطعمة إنه كأنك أنت من زمان أو أنت من زمان ورجعت لك كل شيء، يعني مثل هيك لمع براسك كل هالذكريات الحلوة. ايه أنا بالرمان كتير بحب، وماما بتحب تعصره كتير، بابا بحب عصير الرمان كتير. بس انا بحب اكله هيك كمان ببزر وكل شيء، بعتقد كل شيء فيه يعني مفيد الرمان. ليكوا اسم الله قد ايه صار. مثل ما قلت لكم كمان بنرجع بنعمل اذا بدكم شيء معين بالرمان كمان غير اللي عم نسويه سوا، نشتغل عليه ونعمله، خبرونا كمان. هون بنخلط الشوكولا والرمان مع النشا واللبن. بنحط الفانيلا هون مع السكر والبيض. نجيب خفاية صغيرة
وبنخفق. وهون بنخفق اللبن مع الرمان مع الشوكولا والنشا الذرة. بعدين بنضيف البيض، خليط البيض، وبنمزج كله سوا ليتماسك الكيك كله سوا. هون الخليط كله صار بقلب الكيك. طبعا بده يكون في حبوب علقانة. أنا بعتقد بيمشي معه كمان إذا بنحب نحط مثلا جوز، لوز، فستق حلبي، كلها هاي مغذية كمان. وبعتقد الأولاد إن شاء الله هيحبوه لأنه في شوكولا كمان بقلبه، مش إنه هلا هو أكتر مايل طبعا للصحي، يعني حتى لاحظتوا طحين ما فيه، مكوناته بسيطة وسهلة، وهيك بيناسب للأعياد يعني. وهي كيك بيكون جاهز. بنخبزه هلأ مدة 50 60 دقيقة على درجة حرارة بالفahrenheit 350، وبالسلسيوس شي 180. وبما إنه أجواء عيد أنا اخترت إنه أحط عليهم sprinkles ألوان الأعياد. هيدا بيتقدم عيد الميلاد، بحيالله عيد تاني، ممكن مناسبات التانية، كتير ألوانه الصراحة حلوة. وهيدا الكيك تبعنا خلص. بدكم تنتبهوا وانتوا حاطينه بالفرن تحطوا عليه ورق ألومنيوم عشان ما يحترق من فوق. شفتوا كيف صار ما أحلى؟ هلا بدنا نتركه شوي ليبرد لأنه ما فينا. خليني أجرب طلعه وفرجيكم إياه كيف. هيدي شوفوا ما أحلى. ها تمام، زبط يجنن. هلا نتركه شوي بيبرد وبنقطعه ونشوف كيف بصير بعد التقطيع. أنا متحمسة كتير شوف الطعمة لأنه هيدي أول مرة بجرب أعمل هيك كيك باللبن بلا طحين يعني. ان شاء الله عائلتي كمان تحبه، يعني بتاكلوه ما بتحسوا بالذنب كتير لانه يعني بيعتبر صحي. وقد ما فيكم قلت لكم اذا بدكم ربع كوب سكر بدل نص كوب، واذا بدكم ما بدكم شوكولا حطوا بدالهم مثلا قلوبات جوز، لوز، فستق حلبي كمان بيمشي الحال. شوفوا لي هالمنظر ما احلاه. ما بتفكروا انه بلا طحين. شوفوا ما احلاه، انا متحمسه ذوقه هلا. هذا الكيك خلينا ندوقه سوا. مم. كتير طيب، ولا بتحسوا انه بلا طحين، وعلى اللي بتاكلوه بلا ما تحسوا بالذنب.